بدل ما أبقى باشتري لنورة ونور كُتب، باجيب لِك أنتِ. مبسوطة يا أمي؟ يا حبيبي، تعيش وتجيب لهم لحد ما يعجزوا زي كده. ربنا يخلّيكِ لينا. يا رب يخليك لينا يا حبيبي، ده انت اللي جوه القلب. خللنا حبيبي يا رب، ده مكانه جوه القلب. فاكرة يا أمي لمّا كنتِ بتغنيها لي زمان؟ ايوه طبعا فاكره، وكنت بتفرح قوي. لكن انا لما بغني النور دلوقتي بيحط ايده في ودانه. شقي، مش مقدّر النعمة. طب ما انت برضه كنت شقي. فاكر لما كنت بتفك اي لعبه جديده اجيبها لك عشان تكتشف جواها ايه، واما اجي ازعق لك تقول لي لازم اعرف بتشتغل ازاي وركبها من جديد يا ماما. ده غير استثماراتك. فاكر لما كنت بتجيب علبه البسكويت الكبيره وتبيعها لاصحابك بالواحده عشان تكسب فيها؟ اهو ده اللي نفعك دلوقتي. آه، كانت الدنيا بسيطة ما فيهاش عُقد يا أمي. كان أكتر حاجة بتفرّحني إنِّك تغني لي أو إنِّك تجيبي لي لعبة، مش بقى زحمة السوشيال ميديا والتطبيقات والفيديوهات واللايفات. آخ، صداع، صداع وطاقة سلبية من أماكن مجهولة. عندك حق، بس كل جيل وله حلاوته ومميزاته وعيوبه. وزي ما كان الفضول بيتملكك في لعبة عشان تفكها وتعرف تركبها من جديد، هما كمان الفضول اتملك منهم في العالم اللي مفتوح قدامهم. أنا عجبني قوي طريقة تفكيرهم في السوشيال ميديا دي، وطالما بيستخدموها صح يبقى برافو عليهم. بس أنا خايف عليهم يا أمي. بابا، نورة طلعت لايف والدنيا مقلوبة. مش باقول لِك خايف عليهم؟ ايه ده؟ انت عامله قلب لنورة؟ ما كل الناس عاملة، مش القلب بتاعي أنا اللي هيفرق. طالما مش هيفرق بتعمليه ليه؟ ما فكرتش فيها كده، هاتي بقى الآيس كريم بتاعي. شيلي القلب حالا والا بعد كده مش هدافع عنك في المدرسه. ماشي حاضر. المفروض كنتِ تاخدي رأينا برضه قبل ما تعملي اللايف. ما احنا كنا بنتناقش في الموضوع وماما قالت لي اعملي اللي انتي عايزاه. لأ، قُلت لِك اشركينا معاكِ قبل ما تعملي اللي أنتِ عايزاه. يا نورة الفيديو حلو، إحنا ما قُلناش حاجة، كل اللي بنقوله إنِّك تدخّلينا معاكِ في الموضوع. أنا همسك الموبايل أهو واضغط لها على زر الإعجاب. في حاجة تانية حصلت. إيه تاني؟ شخص مجهول بعد اللايف بعتلي رسالة وقال لي إنه عايز يقابلني في الفصل بكرة عشان يحكي لي مشكلته وأحلها له.